اش غادي نقول لك، هذا هو الصورة القبيحة ديال الشعب الجزائري وديال الكبرانات والجنرال الجزائريين اللي ما قدروش يخليو فريق نهضة بركان انه يدخل بالقميص اللي فيه الصورة ديال الخريطة ديال المغرب. ودائما كما كتعرفوا باللي هاد الكبرانات والجنرالات بالتعنت ديالهم وبهاد المعاملة القبيحة وهاد الصورة الخبيثة اللي كيعطيوها للشعب الجزائري وكيعطيوها لكاع الشعوب العربية والدولية، على أن داخلة فيها السياسة وداخلة فيها دائما مشكل ديال الصحراء المغربية اللي ما بغاوش يفهموها باللي مشكل الصحراء فهو مشكل ديال المغاربة ماشي مشكل ديال الجزائر. الجزائر اللي شيطان ديال الخراب، ناس تقريبا اكثر من 45 عام عايشاهم في الوهم، وهذه ماشي اول مره انه فريق مغربي كيتستقبل بهذا الاستقبال الغير اخلاقي الغير المحترم. سبق الوداد حتى هي لعبات، وسبق الرجاء وجميع الفرق المغربيه كتلعب، الا ما كيعزفوش النشيد الوطني ديال المغرب، ويا اما الطائره ديال الخطوط الجويه الملكيه المغربيه ما كتحطش، ما كيكونش فول مباشر المطارات ديال الجزائر. وهذا كيبين الحقد ديال هاد الكبرانات، هذا كيبين الكراهيه لهاد الشعب، هذا كيبين باللي ما بقاش الخاوه ما بين، رغم اننا كيجمعنا ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري الدم. حنا عائله وحنا خوت وحنا جيران، ولكن باش يوصل بهم لهاد الوقاحه، مره ما يتعزفش النشيد، مره استقبال غير حار، استقبال غير اخلاقي. الفرق المنتخبات خطا كيضربوا عاوتاني في قلب الملعب، كيضربوا الابناء ديالنا الشبان، كيدخلوا في مناوشات وشجارات مع الفريق الجزائري. هادشي كيبين باللي هاد الحقد والكراهيه ما بغاش تحيد من الكبرانات. هادشي كيبين باللي الكبرانات ما بغاوش يفهموا، ما بغاوش يعيقوا باللي الاعلام ديالهم ما غاديش يقدر وما غيوصلش لداك داكش الاهداف ديالهم، لان الاهداف ديالهم هي مشكل ديال الصحراء. الاهداف ديالهم وهي كيبغيو يبينوا الشخصيه ديال الجزائري، ولكن هذيك ماشي شخصيه باش ما تستقبلش الفريق، باش ما تخليش يدخل بالتوني، باش ما تخليش يدير خريطه المغرب، باش ما تخليش الطائره تنزل في المطارات، باش تضرب ولادنا، باش تكرفس على ولادنا. دائما هذا التعنت هذا وهذا الحقد وهذا الكراهيه ناتج على ان المغرب غادي بواحد الطريق الصحيح. السياحه كما كتشوفوا يوميا وكما شاف العالم ان مطار مراكش كان عامر بالسواح اللي كيجيو كنستقبلوهم بالحليب والتمر بالورود. كنستقبلوا دائما الشعب الجزائري سواء الفرق سواء المنتخب، دائما كنستقبلوهم بحراره. دائما الشعب المغربي كيضيفهم في ديورهم وكيوكلهم الاكل المغربي، وكيقول لهم باللي الشعب المغربي مضياف وبلد الكرم وبلد التضامن وبلد كيحب بلاده وكيحب الوطن ديالو وكيحب الملك ديالو، وباللي ان الصحراء مغربيه، وباللي ان مشكل الصحراء فهو ماشي مشكلكم. وبهذا المشكل هذا خليتوا الاقتصاد من تدهور ديال الجزائر، بهذا المشكل ديال الصحراء خليتوا ابناء ديالكم باقين كيديروا السيرفيس على الحليب وعلى السميد، باقين كتعيشوا في الاوهام ديال الماضي، باقين كتكذبوا على الشعب الجزائري، باقين كتضحكوا على الشعب الجزائري، باقي ما بغيتوش تفهموا باللي الصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه حتى تعيقوا وتفهموا وتدخل لدماغكم باللي ان المغاربه متعتزين بالمغربيه ديالهم بالصحراء ديالهم، وحتى واحد ما غادي يحيدها لهم. والاخلاق ديالكم والاحترام ديالكم غير منطقي تجاه الفرق المغربيه، اتجاه المغاربه، اتجاه المسؤولين ديال المغرب، غتبقاو على هذا الحال
وغيبقاو هاد المسؤولين والكبانات اللي واصله عندهم 80 عام و 84 عام باغيين يسيروا البلاد، وهي غاده في التدهور، غاده في الكسل، غاده في الانزلاق، غاده في الشعبويه، غاده في واحد المستوى دنيء، واحد المستوى حقير، وما عمرها ما غتقدم بهذا التعنت ديالهم وبهذا التدخل ديالهم في المشكل ديال الصحراء المغربيه. وعاش الملك والصحراء المغربيه، وغتبقاو تابعيننا وكتهضروا عنا الاعلام ديالكم رخيص اللي كيضيع عنا الصباح والغدا والعشاء. بهذا السبب هذا غتبقاو زيرو زيرو، لانكم ما فاهمين والو وما كتعرفوا في السياسه والو. وبالصوره اللي عطيتوا ان بركان تمنعوهم من الدخول ديالهم بالخريطه ديال المغرب في القميص ديال المغرب، شوهتوا بالشعب الجزائري وشوهتوا بالدوله الجزائريه. يا كبانات الجزائر، يا جنرالات ديال الجزائر، ما بغيتوش تفهموا باللي الصحراء مغربيه.